don't speak, even whisper. محمد، انت سفير الامم المتحده لشؤون اللاجئين، يعني معك باسبور دبلوماسي. نعم. بس بعدك عم تفتش على المطارات، ايه؟ طبعا. ليه؟ يعني الفلسطيني دائما وين ما بروح بتعذب، ما مش حتى سهل. لو معك باسبور دبلوماسي عم حتى ولو بيعذبوك؟ معك باسبور دبلوماسي، يعني انا مثلا الاحتلال بيعاملني بطريقه كثير يعني. بجوز يمكن الناس لما بتفوت عن الحدود وانا مروح مثلا او طالع او جاي على فلسطين، انا بالذات كل مره بحطوا لي تفتيش. بتعرف شو يعني تفتيش؟ يعني مش تفتيش انه يفتشوا شنطي، يعني بفتشوني بشكل شخصي هيك. هن حاطين احتاطهم فيك يعني. خلص هيك. فبعد ما احيان بحاولوا يعني يستفزوني، بيقولوا لي بدنا ناخذ صور معك. شايف؟ مره واحد بيقول لي على حاجز بطاقتك، طلع بطاقتي زي هيك، بيقول لي انت مش انت اللي بتلعب كوره؟ فقلت له انا اللي بلعب كوره. فقال لي لا مش مزبوط، قال لي انت اللي بتغني. والله. قلت له طب يعني ليش هالفلسفه؟ طب ما زالك عارف يعني ليش بتقول لي فبمشي معاه. قال لي طب ممكن اخذ معك صوره؟ قلت له لا طبعا. قال لي طب بدكش تفوت؟ قلت له هينا يعني. شو عمل لهم يا عمي؟ شو عمل لهم؟ ما انت فنان ما هي المشكله، انه شوف الاحتلال دائما بحاول انه يطمس الابداع، يطمس حتى انه انت باغني بفن شو بتعمل انت يعني. هو ما لا شك فيه انه هن دائما الاحتلال بحبوا يضربوا صوره فلسطين بكل شيء، مش بس يعني حتى بالفن، حتى مجرد انه انت تحكي ما بدهم اياك تحكي. الله يلعن سيرتهم، شو عم نحكي عنهم دخلك نحكي؟ مليون مره. مزبوط. مرة كنت قاطع انت، كان في رمي حجارة بقى. وقفوا؟ هاي شو الخبرية هاي مرة يعني من المرات اللي عمري ما بنساها بحياتي. في لي صديق عزيز يعني بقرية اسمها جفنة، قدرم الله. بيوم هيك مروح من عنده عصرية، فداخل من قدام مخيم الجلزون. مخيم الجلزون في مستوطن اسمها بيت إيل، فبراجموا حجار الشباب على الجيش. وأنا حظي إجا بالنص. هلا بدي أمشي هيك يعني وين ما تروح حجار، أنا خايف يتكسر إزاز السيارة. فاهم؟ وأنا لحالي. هلا قلت خلص بدي افوق، ما فيش مفر يعني. شافوني الشباب وقف ايش عساف، قالوا عساف، خلوا عساف يعدي وبعدين بتكملوا. وصدقني حتى مريت وقفوا حتى هلا هوليك بتطلع الجيش بتطلع علي بقول لك مين هذا؟ شو ليش وقفوا هدول؟ مين الجيش الاسرائيلي يعني؟ مين اللي مارق هذا؟ مين هذا اللي مارق؟ فبتطلع طلعتني مارق. يعني اليوم قد ايه عمرك محمد؟ انا 26. 26 سنة. يعني بتخيل انتوا يعني بشو كنتوا تلعبوا انتوا صغار هونيك بفلسطين؟ والله شوف يعني فيش بلاي ستيشن ولا فيش شيء. البلاي ستيشن عندنا جيش وعرب. جيش وعرب؟ يلي هي شو؟ جيش عرب. نعمل فريقين كنا بالحاره واحنا صغار زمان. مين الجيش؟ يلي هن يعني اللي ما بيتسموا. وانتوا العرب. العرب يلي طول عمري انا عرب بلعب. انت عرب على طول. طيب كيف يصير مثلا اللعب؟ يعني نبلش كيف؟ فيش نمسك خشب على بعض على اساس نعمل بواريد يعني. نبلش نلعب مش ظابطه. شو مش ظابطه. فهمت علي؟ فهمت علي. نصير نعمل ونزت حجار على بعض. امتى بتوقف اللعبه؟ امتى؟ لما واحد تنفتح راسه. عم تخيل شادي مثلا مع العرب عم يهرب من الجيش. صدقني ما توقف اللعبه الا ما حدا ينفتح. لما واحد راسه انفتحت توقف اللعبه. هي شوف عيشه المخيم صعبه. يعني حتى لما كنا نلعب كوره مثلا ما نلاقي مثلا بالشارع شيء نعمل هيك جون. فنروح نشلح من رجلينا. الله يكرمك. تلعبوا حافيين؟ ونحط
ونحط الصبابيط زي ما بتقولوا انتم بعرضات عارضه. هن العرضات؟ عرضات الجون. ونبلش يجيبوا كوره. نبلش نلعب. هلا تيجي مثلا كوره واحد يشوت تيجي من فوق مثلا العارضه اللي هي الشبشب بتكون او مثلا كذا. يصيروا يقول لك جون، الثاني يقول لك لا يا حبيبي هاي في العارضه. فاهم؟ ما تزبطش. يتقتلوا مع بعض، صاحب الكوره ياخذ الكوره يحرد ويروح خلص. يجي مرات مثلا نقسم فريقين، يجي واحد بده يلعب خاوه. بده يلعب خاوه، يعني غصبا عنكم يا بلعب يا بكسر الدنيا. فيش لعب، يروح يلف لنا من ورا الشارع، يمسك لنا ازاز يزته بالشارع كس عشان نتجرح من رجلينا. لا كثير متفقين مع بعض. طب في لعبة حامي بارد؟ حامي بارد هاي شو اللعبة؟ الله لا يوريك اياها. شو هاي اللعبة؟ هاي بنخبي قشاط، بنلف قشاط هيك. كنا نضبه تحت الرمل او تحت التراب. نروح كلنا بمنطقة، واحد يروح يخبيه. اللي بيلاقي القشاط كويس ببلش شو؟ ضرب. بمين؟ باللي حواليه بالكل. فبتبلش حامي لما يكون قريب عليه ببلش نحفر حامي حامي لحد ما نلاقيه مثلا بارد 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 بعيد حامي. بارد. اللي بلاقيه الله لا يوريك شو بيعملوا التانيين. شوف صعب، ما في بلاي ستيشن، ما فيش حتى مكان نروح نلعب فيه. عرفت علي؟ حتى انا بتذكر يعني في بعض الاحيان الجيران كنا مثلا لما نلعب كوره تيجي الكوره عند حدا يروح يمسك لنا سكينه بج. الله وكيلك. لا عن جد. ما كنتوا بتلعبوا حكيم ومرضى؟ او مثلا او بيت بيوت؟ لا حكيم الحكيم والمريض. حكيم هاي بالمستشفى لما واحد تنفتح راسه بس. مزبوط. كانت هوايتك تجمع خرطوش فاضي؟ هاي كانت هواية دائما. هي شو الفكرة؟ احنا صغار يعني مثلا بعد ما يصير اجتياح، الجيش اجتاح مثلا المنطقة، نروح نلم الفشك. اكثر واحد عنده الفشك يعني الرصاص الفاضي. الرصاص الفاضي. نلم الفشك واكثر واحد بجمع. اللي يبيعه، اللي مثلا يصير يتفنن فيه. كانوا يجيبوا بارود واحنا صغار، هذا الحكي وانا بالابتدائي يعني بتذكره، يحطوا بالفشك ويتنوها بالزرديه. الكماشه احنا بنسميها زرديه. فيثنيها هيك ويحطوها مثلا على حفه الرصيف ويمسكوا حجر الرصيف هذا الكبير ودب فوقها تطلع صوت رصاصه العاده. لا لعبكم حديث كثير. لعب يعني فظيع. بعدهم لليوم بيلعبوا هيك العاب في بعض المناطق. شوف انا حكيت لك المشكله هيدي يعني هيك نوع لعب. يعني شو انت بتخيل مثلا لشو بيودي؟ يعني بيودي الواحد يصير رجال مثلا، اللي بيعيش عيشه زي هيك بيطلع زلمه. بيطلع زلمه. هذا الجرح براسك هذا من شو؟ حجار. حتى مره جوال بتقول لي جوال ماردينيو بتقول لي كيف بدها تخفي لك اياه؟ انت تعال. قلت لها ايوه. لا انا هيك مبسوط. قلت لها شو بدك يقولوا عنا بالبلد؟ ولا محمد كيف يحكوا اهل الخليل؟ اهل الخليل والله غير توقعني بمشكله مع الخلايل. انت شو مالك؟ بيمشي عمهله بعرفش بقدرش. محمد ايوه. جاي هقيتي. شو هي؟ هقيتي هلقيت يعني اول وقت. وين الدبكه اصعب، بلبنان ولا بفلسطين؟ شوف على مستوى بلاد الشام اصعب دبكه الفلسطينيه. فيك تفرجينا مثلا شيء مثلا؟ ممكن اوريك شيء. مثلا تعطينا فكره. طيب انا قرب هات يعني مثلا شو الحركه اللي فيها كثير؟ يعني مثلا في عندنا هاي مثلا شوف مثلا
اسم الله عليك. يا خزي انا اتحرك معي الفاريز والبروستات. اسم الله عليك. محمد لا تقعد لانه بس دبكنا ولعت المسرح. والله محمد ولعت المسرح بالدبكه، بدك تولعنا اياه بالغنى. يسعدك حبيبي. قول يا رب يا مسهل. موال اوف 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 يابا جيت اليوم غني ميجنى وعتاب جيت اليوم غني الميجنى وعتاب لأنه بهالليل قمر لأنه بهالليل يا ليل عادل قمر وبليلته ما غاب. قال وين غابت مشاركتكم؟ وين الزقفة؟ قال وين غابت مشاركتكم بهالليلة؟ بهيدا حكي عادل وعساف حاضر، يا هلا ومرحب بالناس الضياف. انا هلي 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 لا 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 يا عيوني ويا طير يا طاير يا رايح عالديري، تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. يا طير يا رايح عالديري، تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري، فلسطين يلا مع الزفة يا ما شاء الله. ومي العصافة تحول عطبرية، لا عكا وحيفا سلم عبحرها، ولا تنسى الناصري هالقلعة العربية، بشر بيساني برجعة أهلها. يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري، فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. وعلي الكوفية علي ولولح فيها، غني عتابة وميجانة وسامر فيها. علي الكوفية علي ولولح فيها، غني عتابة وميجانة وسامر فيها. هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية، هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية. خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. ياللي ولولح فيها وغني عتابة وبيجانا يلا يلا هلا رنا لا 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 لا. يلا 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 الله الله
عقل العز عقالك عزم واصرار. برام الله وجبال النار وعقال العز عقالك عزم واصرار. والطلقة الأولى فيها حكاية مشوار، الطلقة الأولى فيها حكاية مشوار. عند الحق نخلي العالي واطيها، عند الحق نخلي العالي واطيها. يعلي ولولح فيها وغني عتابه وميجانه وزامر فيها. وين عرم الله، وين عرم الله واللي فيها مسافر. وين عرم الله ما تخاف من الله، ما تخاف من الله. كويت قلبي ما تخاف من الله. وين 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 عرم الله ما تخاف من الله. بيت قلبي وين يلا يلا تينا ليلا لا لا، تينا ليلا لا 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 لا. الوين يا حبيبي، وين يا حبيبي تاركني ورايح. وين يا حبيبي حظ ونصيبي، حظ ونصيبي ريتك من الله. حظ ونصيبي واللي فيها مسافر. وين عرم الله ما تخاف من الله، ما تخاف من الله. كويت قلبي ما تخاف من الله. الله عليك. قد ايه فخوره فيك فلسطين هلا. الحمد لله. بحبوك يا اخي. طب ها محبه شغله هاي نعمه كبيره هيدي. هاي شغله كثير. بعده الديو بينك وبين الفنانه شيرين عبد الوهاب. والله انا بدي رح يصير انا ولا؟ بدي بدي اسالك يعني عبر هيدا حكي بدي اقولها وين يا شيرين. يلا انا بستنى. يعني صار لنا حكين بهذا الموضوع من سنتين. تقابلنا كذا مرة وقلنا إنه إحنا بدنا نعمل ونحضر هذا الموضوع. الموضوع يعني كان بصراحة يعني شبه جاهز، بس لحد هلأ ما صار إشي يعني جديد بهذا الموضوع. يمكن هي بس بتحب تشتغل على نار هادية بركي ما بتعرف. بجوز. وبعدك تتجرأ إنك تتأخر على موعد مع موسيقار ملحم بركات؟ يا حبيبي لا هلا ما بقدرش. لا هو شو صار؟ بعد اللي شفته ما بقدرش. شو صار؟ لا هلا كنت كان عندنا تسجيل بالالبوم طبعا. البومي اللي فات عمل له اغنيه شو بتخبرونا. من كلمات نزار فرانسيس والحانه. ويومها يعني شفت قد الدنيا انه بده يعطيني اغنيه من اغانيه. يعني كان حاططها الاغنيه بالبومه. بألبومه هو؟ فقال لي انا هاي الاغنيه بدي اعطيك اياها. قديش كنت مبسوط. فالمهم تاخرت بجوز ربع ساعه. فتت زي هيك انا. قال لي جيت هيدي الخبريه. بس في احلى منه لابو مجد. بتعرف شغله؟ زلمه كثير حبوب. هلا مش بجامله يعني عشان بحكي تي في. لا الحقيقه زلمه مش طبيعي. شو بخلي اللي حواليه يضلهم يضحكوا. بألبومك جديد في على فكره اخذ غنيه من صديقي رفيقي اسمه الدكتور سعيد حديفي. الدكتور سعيد حديفي. من الحان رواد رعد. اغنيه كثير حلوه. انا سجلتها من يومين بس هون ببيروت. حماد انت بتقول انه المكان الوحيد يلي بتنسى حالك فيه هو المسرح. طبعا. قد ايه بتحب تغني؟ يعني اكثر لحظه بحس حالي سعيد فيها وانا بغني. هذا اكثر شيء. انا خليني اقول لك انه زي ما بيحكوا ايش يعني بجيده. انه شيء مبدع فيه. خلص هيك بحب الغنى. هذا يعني حياتي هو بدي احييك. بدي احيي اهلك
يا لأن أهلنا كلهم بفلسطين. على فكره كثير بتابعوا هيدا حكي، إيه بعرف. ما تتخيل. أنا أكبر شو- جمهور عندي بفلسطين، على طول بيبعتوا لي ما شاء الله إيه. عن جد شيء عظيم انه برنامج هيدا حكي، وانت استاذ عادل يعني قديش حبيبي. انه بتخلي هالبسمه، والناس اكيد ببيوتها قاعده ومبسوطه وبتشوف هالبروجرام الرائع صراحه. خليني اقول لك هذا شيء يعني عن جد انه بلا مجامله اليوم الناس بحاجه انها تضلها تبتسم. هذا شيء هذا- عظيم تقدر عليه الله عن جد. يخليك يا حبيبي. ويسعدك ويعطيك الصحه. الله يخليك يا حبيبي. ويوفقك ويوفق الجميع وانت يا رب. كمان يا رب. خلي لي. محمد، حابين نحن وفيرجن ميجاستور نقدم لك هالجو برو، لانه انت بعرف قديش بتحب تصور وكذا، وبتعوزها كثير حتى بحفلاتك، وحتى بيجي معها ستيك. هلا على فكره دارجه بتحط هي انت عم تغني وبدنا اياك بس هي نروح على هاي فلسطين. احلى شيء بالموضوع السيلفي. ايه السيلفي وحماتي. سيلفي وحماتي. بدنا اياك بس تروح على فلسطين امانه، تصور وتبعت لنا، تصور وبعت ان شاء لنا. الله. انا جايب بعد لك فيه بعد فيه يا محمد كمان؟ طبعا. قديش انت بتحب البيتزا قالوا لي؟ والله بحبها بس مش بالخيار. بايطاليا بيتزا بالخيار مين بيعملها؟ شرفي انا كنت بايطاليا يا زلمه مره. بايطاليا والله بيتفننوا العظيم، هذا. والله العظيم حطوا لي بيتزا وعليها خيار. قلت احنا الخيار شاردين منه بتحطوا لنا اياه على البيت. حابين كمان اقدم لك هيدا الكتاب يا لو شكله مثل البيتزا، كمان انت يا خيي بتتعلم تعمل البيتزا تبعيتك. مين يلا غلط؟ حلو. مش غلط. انا انواع فيها انواع، يعني انت بتنقي البيتزا اللي على ذوقك، وبتعرف تطبخ، مجرب تطبخ. لا بس عن جد انا مفيدة هاي البيتزا بعملها. هيدي لكن في انواع كذا نوع ما بعتقد فيها لا عن جد خيار. بدون ضحك يا جماعه انا وكمان أنا بعملها. كمان نعرف قديش انت بتحب ريال مدريد. مايك سبور ونحن حبينا نقدم لك قميص القواي ريال مدريد. ورا محمد عساف رقم 10. هاي حلوه. هاي حلوه. ان شاء الله عجبتك. 100 الحمد لله. 100%. تفضل. طيب شوف سيدي، هلا تاركين لك السعر عليها اذا بتحب تعرف. اوكي. لا مش السعر. بس انا جايب لك شغله كثير حلوه. هات لنشوف. لحظه. يلا. جبت لك هاي الاشياء من بيت لحم. يا عيني عليك. الله الله هاي الله. من بيت لحم. حلوين. جبناهم. وهاي ايه هذا البخور مع الزيت. هاي من كنيسه المهد بيت كنيسة لحم. المهد بيت لحم. وهي كمان والله نيالك عم تقدر تروح تشوفه، نحن ما فينا. هاي مسبحه. لحظه. مع الكوفية. اخر شيء هاي الكوفيه ايه الفلسطينيه اللي هي رمز لنضال شعبنا الفلسطيني. الله يهدي هالبال. ميرسي يا محمد. يسعدك. يسعدك يا حبيبي. الله يخلي لي اياك. نحن انا بدي اشكرك على الهدايا الحلوه كثير. الله يخليك. ممنون عينك. تفضل ارتاح تقبرني، لانه هلا رح نختم مسك الختام معك بغنيتك لوين بروح. قبل بدي اقول لك الف مبروك. الله يخليك. وان شاء الله هلا هيك الالبوم الثاني تشوف على وجهه قريب الخير، إن شاء لانه الله. انت ما بتستاهل الا الخير. الله يخليك. وانا بدي اقول لكل المشاهدين انه هيدا عربي اصيل، هيدا فنان بنشوف حالنا فيه، هيدا محبوب العرب، وهيدا حبيب قلبي لإلي، الله يخليك. هيدا محمد عساف. وما تنسوا هيدا حكي كل نهار 3 9:30، واذا ما لحقتوا تحضروا على الام تي في فيكم تتابعوه على اذاعه اغاني على 98.9. من هلا لوقتها بدي لكم تصبحوا على الف خير. محمد المسرح لإلك.
ضايع مني وي غايب عني تعطمني انشغل بالي علي حيصيروا سنتين ما بتحكيني انت نسيني هيك بهون علي ضايع مني وي غايب عني تعطمني انشغل بالي علي حيصيروا سنتين ما بتحكيني انت نسين هيك بهون عليك لوين بروح وانت منك معي خوف بقلبي وعيون تعبان انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بلمسها وزعلان لوين بروح وانت منك معي خوفي بقلبي وعيون انا مجروح جروحي وعم بلمسها ما بيحلى المشوار إلا حدك انت وينك ما عم تسأل كيف عغيابك من هون اللي شو بدك يعني بدك يكون ضعيف ما بيحلى المشوار إلا حدك انت وينك ما عم تسأل كيف عغيابك من هون اللي شو بدك يعني بدك يعني كون ضعيف لوين بروح وانت منك معي خوفي بقلبي وعيون تعبان انا مجروح جروحي وعم بلمسها وزعلان لوين بروح وانت منك معي خوفي بقلبي وعيون تعبان انا مجروح انا ما بحمل اسى جروحي وعم بلمسها وزعلان Move, don't speak, even whisper. محمد انت سفير الامم المتحده لشؤون اللاجئين، يعني معك باسبور دبلوماسي. نعم. بس بعدك عم تفتش على المطارات ايه؟ طبعا. ليه؟ يعني الفلسطيني دائما وين ما بروح بتعذب ما مش حتى سهل. لو معك باسبور دبلوماسي عم حتى بعذبوك؟ ولو معك باسبور دبلوماسي يعني انا
انا مثلا الاحتلال بيعاملني بطريقه كثير يعني بجوز يمكن الناس لما بتفوت عن الحدود وانا مروح مثلا او طالع او جاي على فلسطين، انا بالذات كل مره بحطوا لي تفتيش. بتعرف شو يعني تفتيش؟ يعني مش تفتيش انه يفتشوا شنطي، يعني بفتشوني بشكل شخصي هيك. هن حاطين احتاطهم فيك يعني. خلص هيك. فبعد ما احيانا بحاولوا يعني يستفزوني، بيقولوا لي بدنا ناخذ صور معك. شايف؟ مره واحد بيقول لي على حاجز بطاقتك، طلع بطاقتي زي هيك، بقول لي انت مش انت اللي بتلعب كوره؟ فقلت له انا اللي بلعب كوره. فقال لي لا مش مزبوط، قال لي انت اللي بتغني. والله. قلت له طب يعني ليش هالفلسفه؟ طب ما زالك عارف يعني ليش بتقول لي فبمشي معه. قال لي طب ممكن اخذ معك صوره؟ قلت له لا طبعا. قال لي طب بدكش تفوت؟ قلت له هينا يعني. شو عمل لهم يا عمي؟ شو عمل لهم؟ ما انت فنان ما هي المشكله، انه شوف الاحتلال دائما بحاول انه يطمس الابداع، يطمس حتى انه انت باغنيه بفن شو بتعمل انت يعني. هو ما لا شك فيه انه هن دائما الاحتلال بحبوا يضربوا صوره فلسطين بكل شيء، مش بس يعني حتى بالفن، حتى مجرد انه انت تحكي ما بدهم اياك تحكي. الله يلعن سيرتنا، شو عم نحكي عنه دخلك نحكي مليون مره. مزبوط. مرة كنت قاطع انت، كان في رمي حجارة بقى وقفوا. هاي شو الخبرية؟ هاي مرة يعني من المرات اللي عمري ما بنساها بحياتي. في لي صديق عزيز يعني بقرية اسمها جفنة، قدرم الله. بيوم هيك مروح من عنده عصرية، فداخل من قدام مخيم الجلزون. مخيم الجلزون في مستوطن اسمها بيت إيل، فبراجموا حجار الشباب على الجيش. وانا حظي اجى بالنص. هلا بدي امشي هيك، يعني وين ما تروح حجار انا خايف يتكسر ازاز السياره. فاهم؟ وانا لحالي. هلا قلت خلص بدي افوق، ما فيش مفر يعني. شافوني الشباب، وقف ايش عساف، قالوا عساف، خلوا عساف يعدي وبعدين بتكملوا. وصدقني حتى مريت وقفوا حتى هلا هوليك بتطلع الجيش بتطلع علي، بقول لك مين هذا؟ شو ليش وقفوا هدول؟ مين اللي جيش اسرائيلي يعني. مين اللي مارق هذا؟ مين هذا اللي مارق؟ فبتطلع طلعتني مارق. يعني اليوم قد ايه عمرك محمد؟ انا 26. 26 سنة. يعني بتخيل انتوا يعني بشو كنتوا تلعبوا انتوا صغار هونيك بفلسطين؟ والله شوف يعني فيش بلاي ستيشن ولا فيش شيء. البلاي ستيشن عندنا جيش عرب. جيش عرب؟ يلي هي شو؟ جيش عرب. نعمل فريقين كنا بالحاره واحنا صغار زمان. مين الجيش؟ يلي هن يعني اللي ما بيتسموا. وانتوا العرب. العرب يلي هن طول عمري انا عرب بلعب. انت عرب على طول. طيب شو كيف يصير مثلا اللعب؟ يعني نبلش كيف؟ فيش نمسك خشب على بعض على اساس نعمل بواريد يعني. نبلش نلعب مش ظابطه، شو مش ظابطه. فهمت علي؟ فهمت علي. نصير نعمل ونزت حجار على بعض. امتى بتوقف اللعبه؟ امتى؟ لما واحد تنفتح راسه. عم تخيل شادي مثلا مع العرب عم يهرب من الجيش. صدقني ما توقف اللعبه الا ما حدا ينفتح. لما واحد راسه انفتحت توقف اللعبه. هي شوف عيشه المخيم صعبه. يعني حتى لما كنا نلعب كوره مثلا ما نلاقي مثلا بالشارع شيء نعمل هيك جون. فنروح نشلح. ويومها يعني شفت قد الدنيا انه بده يعطيني اغنيه من اغانيه. يعني كان حاططها الاغنيه بالبومه هو. فقال لي انا هاي الاغنيه بدي اعطيك اياها. قديش كنت مبسوط. فالمهم تاخرت بجوز ربع ساعه. فتت زي هيك انا. قال لي جيت هيدي الخبريه. بس في احلى منه لابو ماجد. تعرف شغله؟ زلمه كثير حبوب.
إيه. هلا مش بجامله يعني عشان بحكي تي في، لا الحقيقه الزلمه مش طبيعي، شو بخلي اللي حواليه يضلهم يضحكوا. ايه. بألبومك جديد في على فكره اخذ غنيه من صديقي ورفيقي اسمه الدكتور سعيد حديفي. الدكتور سعيد حديفي. ايه تجار من بالتحية. الحان رواد رعد. اغنيه كثير حلوه، انا سجلتها من يومين بس إيه. هون ببيروت. حماد انت بتقول انه المكان الوحيد يلي بتنسى حالك فيه هو المسرح. طبعا. قد ايه بتحب تغني؟ يعني اكثر لحظه بحس حالي سعيد فيها وانا بغني، هذا اكثر شيء. انا خليني اقول لك انه زي ما بيحكوا ايش يعني بجيده، ايه انه شيء مبدع فيه، خلص هيك بحب الغنى. هذا يعني حياتي هو الناس. بدي احييك، بدي احيي اهلك يلي هن اهلنا كلهم بفلسطين. على فكره كثير بتابعوا هيدا حكي، إيه ما تتخيل. انا اكبر شو جمهور عندي بفلسطين، على طول بيبعتوا لي ما شاء الله. ايه عن جد شيء عظيم انه برنامج هيدا حكي، وانت استاذ عادل يعني قديش حبيبي. انه بتخلي هالبسمه، والناس اكيد ببيوتها قاعده ومبسوطه وبتشوف هالبروجرام الرائع صراحه. خليني اقول لك هذا شيء يعني عن جد انه بلا مجامله. اليوم الناس بحاجه انها تضلها تبتسم، هذا شيء عظيم تقدر عليه. الله عن جد. يخليك يا حبيبي، ويسعدك ويعطيك الصحه. الله يخليك يا حبيبي، ويوفقك ويوفق الجميع. وانت كمان يا رب. خلي لي محمد، حابين نحن وفيرجن ميجاستور نقدم لك هالجو برو، لانه انت بعرف قديش بتحب تصور وكذا وبتعوزها كثير حتى بحفلاتك، وحتى بيجي معها ستيك. هلا على فكره دارجه بتحطها هي انت عم تغني وبدنا هيك بس نروح على هي فلسطين. احلى شيء بالموضوع السيلفي. ايه السيلفي وحماتي. سيلفي وحماتي. بدنا اياك بس تروح على فلسطين امانه تصور وتبعت لنا، تصور وبعت ان لنا شاء الله. انا جايب بعد لك فيه يا محمد كمان. طبعا. قديش انت بتحب البيتزا؟ قالوا لي والله بحبها بس مش بالخيار. بايطاليا بيتزا بالخيار مين بيعملها؟ شرفي. انا كنت بايطاليا يا زلمه مره. بايطاليا والله العظيم، والله العظيم حطوا لي بيتزا وعليها خيار. قلت احنا الخيار شاردين منه، بتحطوا لنا اياه. حابين كمان نقدم لك هيدا الكتاب يلي هو شكله مثل البيتزا، كمان انت يا خيي بتتعلم تعمل البيتزا تبعيتك. يلا حلو. مش غلط. انا انواع فيها انواع يعني انت بتنقي البيتزا اللي على ذوقك وبتعرف تطبخ. مجرب تطبخ؟ لا بس عن جد انا مفيدة هاي البيتزا بعملها. هيدي لكن في انواع كذا نوع ما بعتقد فيها لا عن جد خيار. بدون ضحك يا جماعه. انا وكمان بعملها كمان. نعرف قديش انت بتحب ريال مدريد. مايك سبور ونحن حبينا نقدم لك قميص القواي. ريال مدريد ورا محمد عساف رقم 10. هاي حلوه. هاي حلوه. ان شاء الله عجبتك. 100 الحمد لله. 100%. تفضل. طيب شوف سيدي، هلا تاركين لك السعر عليها اذا بتحب تعرف. اوكي. لا مش السعر، بس انا جايب لك شغله كثير حلوه. هات لنشوف. لحظه. يلا. جبت لك هاي الاشياء من بيت لحم. يا عين عليك. الله الله. هاي الله. من بيت لحم. حلوين. جبناهم. هاي ايه هذا البخور مع الزيت. هاي من كنيسه المهد بيت لحم. كنيسة المهد بيت لحم. وهي كمان والله نيالك عم تقدر تروح تشوفه، نحن ما فينا. هاي مسبحه. لحظه. مع الكوفية. اغلى شيء هاي الكوفيه. ايه الفلسطينيه اللي هي رمز لنضال شعبنا الفلسطيني. الله يهدي هالبيت. على عين موليتين و12 مولية، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا. على عين موليتين و12 مولية، جسر الحديد انقطع من دوس رجليا.
اسم الله عليك. يا خزي انا اتحرك معي الفاريز والكرواسون. اسم الله عليك. محمد لا تقعد لانه بس دبكنا ولعت المسرح. والله محمد ولعت المسرح بالدبكه، بدك تولعنا اياه بالغنى. يسعدك حبيبي. قول يا رب يا مسهل. موال اوف 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 يابا جيت اليوم غني ميجنى وعتاب جيت اليوم غني الميجنى وعتاب لأنه بهالليل قمر لأنه بهالليل يا ليلي يا ليلي عادل قمر وبليلته ما غاب. قال وين غابت مشاركتكم؟ وين الزقفة؟ قال وين غابت مشاركتكم بهالليلة؟ بهيدا حكي عادل وعساف حاضر، يا هلا ومرحب بالناس الضياف. الهلي هلي هلي لا 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 يا عيوني ويا طير يا طاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله. يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين يلا مع الزفة يا ما شاء الله. ومي العصافة تحول عطبرية لا عكا وحيفا سلم عبحرها ولا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بساني برجعة أهلها. يا رايح عالديري تحميك عيوني وتصونك عين الله. يا مسافر شعلاني هالغيري من رجلينا الله يكرمك. تلعبوا حافيين؟ ونحط الصبابيط زي ما بتقولوا انتم بعرضات عارضه. هن العرضات؟ عرضات الجون. ونبلش يجيبوا كوره. نبلش نلعب. هلا تيجي مثلا كوره واحد يشوت تيجي من فوق مثلا العارضه اللي هي الشبشب بتكون او مثلا كذا. يصيروا يقول لك جون، الثاني يقول لك لا يا حبيبي هاي في العارضه. فاهم؟ ما تزبطش. يتقتلوا مع بعض، صاحب الكرة ياخذ الكرة يحرد ويروح خلص. يجي مرات مثلا نقسم فريقين، يجي واحد بده يلعب خاوة. بده يلعب خاوة، يعني غصبا عنكم يا بلعب يا بكسر الدنيا. فيش لعب، يروح يلف لنا من ورا الشارع يمسك لنا ازاز يزته بالشارع يكسر عشان نتجرح من رجلينا. لا كثير متفقين مع بعض. طب في لعبة حامي بارد؟ حامي بارد هاي هاي شو اللعبة؟ الله لا يوريك اياها. شو هاللعبة؟ هاي بنخبي قشاط، بنلف قشاط هيك. كنا نضبه تحت الرمل او تحت التراب. نروح كلنا بمنطقة، واحد يروح يخبيه. اللي بيلاقي القشاط كويس ببلش شو؟ ضرب.
بمين؟ باللي حواليه بالكل. فبتبلش حامي لما يكون قريب عليه، بلش نحفر حامي حامي لحد ما نلاقيه مثلا بارد 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 بعيد حامي بارد. اللي بلاقيه الله لا يوريك شو بيعمل بالتانيين. شوف صعب، ما في بلاي ستيشن، ما فيش حتى مكان نروح نلعب فيه، عرفت علي؟ حتى انا بتذكر يعني في بعض الاحيان الجيران كنا مثلا لما نلعب كوره تيجي الكوره عند حدا يروح يمسك لنا سكينه بج. الله وكيلك. لا عن جد. ما كنتوا بتلعبوا حكيم ومرضى؟ او مثلا او بيت بيوت؟ لا حكيم الحكيم والمريض؟ حكيم هاي بالمستشفى لما واحد تنفتح راسه بس. مزبوط. كانت هوايتك تجمع خرطوش فاضي؟ هاي كانت هواية دائما. هي شو الفكرة؟ احنا صغار يعني مثلا بعد ما يصير اجتياح، الجيش اجتاح مثلا المنطقة، نروح نلم الفشك. الفشك اكثر واحد عنده الفشك يعني الرصاص الفاضي. الرصاص الفاضي. نلم الفشك واكثر واحد بجمع. اللي يبيعه، اللي مثلا يصير يتفنن فيه، كانوا يجيبوا بارود. واحنا صغار هذا الحكي وانا بابتدائي يعني بتذكره، يحطوا بالفشك ويتنوها بالزرديه. الكماشه احنا بنسميها زرديه. فيثنيها هيك ويحطوها مثلا على حفه الرصيف ويمسكوا حجر الرصيف هذا الكبير ودب فوقها تطلع صوت رصاصه العاده. لا لعبكم حديث كثير. لعب يعني فظيع. بعدهم لليوم بيلعبوا هيك العاب في بعض المناطق. شوف انا حكيت لك المشكله هيدي يعني هيك نوع لعب. يعني شو انت بتخيل مثلا لشو بيودي؟ يعني بيودي الواحد يصير رجال مثلا، اللي بيعيش عيشه زي هيك بيطلع زلمه. بيطلع زلمه. هذا الجرح براسك هذا من شو؟ حجار. حتى مره جوال بتقول لي جوال ماردينيون بتقول لي كيف بدها تخفي لك اياه؟ انت تعال. قلت لها ايوه. لا انا هيك مبسوط. قلت لها شو بدك يقولوا عنا بالبلد؟ ولا محمد كيف يحكوا اهل الخليل؟ اهل الخليل والله غير توقعني بمشكله مع الخلايل. انت شو مالك؟ بيمشي عمهله بعرفش بقدرش. محمد ايوه. جاي هقيتي. شو هي؟ هقيتي هلقيت يعني اول وقت. وين الدبكه اصعب، بلبنان ولا بفلسطين؟ شوف على مستوى بلاد الشام اصعب دبكه الفلسطينيه. فيك تفرجينا مثلا شيء مثلا؟ ممكن اوريك شيء. مثلا تعطينا فكره. طيب انا قرب هات يعني مثلا شو الحركه اللي فيها كثير؟ يعني مثلا في عندنا هاي مثلا شوف مثلا غني عتابة وميجانة وسامر فيها. علي الكوفية علي ولولح فيها. غني عتابة وميجانة وسامر فيها. هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية. هز الكتف بحنية جفر عتابة ودحية. خلي البارود يهلل ويحليها. خلي البارود يهلل ويحليها. وغني عتابة وميجانة يلا الله
عقالك عزم واصرار. برام الله وجبال النار وعقال العز عقالك عزم واصرار. والطلقة الأولى فيها حكاية مشوار، الطلقة الأولى فيها حكاية مشوار. عند الحق نخلي العالي واطيها، عند الحق نخلي العالي واطيها. علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وزامر فيها. وين عرم الله، وين عرم الله واللي فيها مسافر. وين عرم الله ما تخاف من الله، ما تخاف من الله. كويت قلبي ما تخاف من الله. وين 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 عرم الله ما تخاف من الله. بيت قلبي وين يلا يلا دينا لينا لا لا، دينا لينا لا 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 لا. الوين يا حبيبي، وين يا حبيبي تاركني ورايح. وين يا حبيبي حظ ونصيبي، حظ ونصيبي ريتك من الله. حظ ونصيبي واللي فيها مسافر. وين عرم الله ما تخاف من الله، ما تخاف من الله. كويت قلبي ما تخاف من الله. الله عليك. قد ايه فخوره فيك فلسطين هلا. الحمد لله. بحبوك يا اخي. طب ها محبه شغله هاي نعمه كبيره هيدي. هاي شغله كثير. بعده الديو بينك وبين الفنانه شيرين عبد الوهاب. والله انا بدي رح يصير انا ولا؟ انا بدي اسالك يعني عبر هيدا حكي بدي اقولها وين يا شيرين. يلا انا بستنى. يعني صار لنا حكين بهذا الموضوع من سنتين. تقابلنا كذا مرة وقلنا انه احنا بدنا نعمل ونحضر لهذا الموضوع. الموضوع يعني كان بصراحة يعني شبه جاهز، بس لحد هلا ما صار شيء يعني جديد بهذا الموضوع. يمكن هي بس بتحب تشتغل على نار هادية بركي ما بتعرف. بجوز. وبعدك تتجرأ انك تتأخر على موعد مع موسيقار ملحم بركات؟ يا حبيبي لا هلا ما بقدرش. لا هو شو صار بعد اللي شفته ما شو صار؟ لا هلا كنت كان عندنا تسجيل بالالبوم طبعا. البومي اللي فات عمل له اغنيه شو بتخبرونا. ايه من كلمات نزار فرانسيس والحانه.